احنا معانا تليفون، معانا الفنان الأستاذ أحمد عيد، هو صاحب الأفلام الشهيرة ليلة سقوط بغداد ورامي الاعتصامي. رائع أحمد، رائع. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء النور. أنا أهلا وسهلا. طبعا لك أفلام أخرى، لكن يعني خلينا نقول اسقاطات على الموقف السياسي يعني. أنا بهنيكم، بهني كل الموجودين، الأستاذ مصطفى بكري والأستاذ وائل الراشي والأستاذ خالد صلاح اللي قابلته يوم جمعة الغضب وسلمت عليه طبعا على الرصيف في المهندسين وشد من أزر بصراحة اليوم ده. بهنيكم بنجاح ثورة مصر العظيمة، وبهني شعب مصر بالحرية والعداله ووطن جديد مليء بالمساواه وان شاء الله. لكن انا بس ليا مداخله صغيره. انا بصراحه لما شفت البرنامج من الاول انا مش مبسوط. ليه؟ انا مش مبسوط ليه؟ لان انا بصراحه احنا دلوقتي بنبدا عهد جديد ما فيهوش رياء ولا نفاق ولا كذب ولا اعلام مضلل. وبصراحه الاستاذ سيد والاستاذه هناء من اول الموضوع ده وهم كانوا بيهاجموا الثوره دي وبيهاجموا الشباب دول. واخدين بالكم؟ انا اسف ان انا بتكلم في كده. بالعكس اتفضل. لا انتوا الاثنين من الاول وكنتوا بتقولوا ان حسني مبارك ده رمز الاستقرار، وانتوا عمالين تقولوا بقالكم 21 يوم بان مصر مش تونس. يا جماعه بصراحه انا اتفرجت على البرنامج وانا مستاء جدا. احنا عايزين نبدا عصر جديد ما فيهوش كذب ولا رياء ولا نفاق ولا اعلام مضلل. بصراحه انتم الاثنين كنتوا بتشتموا في الثوره وبتشتموا في الولاد دول، وبصراحه بهدلتوا الدنيا وفبركتوا موضوع وجبتوا واحده قلتوا انها اشتغلت مش عارف في امريكا ولا انا بصراحه انتوا بصراحه شكلكم وحش جدا انتوا الاثنين. انتوا لازم تعتذروا للشعب المصري وشكرا. لا استنى خليك معايا استاذ احمد. استاذ احمد معلش. لا طبعا لا نطلبه تاني. هو يعني هو مؤكد استاذ احمد بيسمعنا. هو يمكن ما شافش الحلقه بتاعه امبارح. احنا لما خرجنا امبارح في بدايه الحلقه امبارح اتكلمنا بشكل واضح وصريح على انه الشرعيه الان مع الشارع ومع الشعب. ده موقفنا امبارح، وقلنا انه لا ينتقص منا شيء، انه اذا كان هذه البنت او هذه الناشطه او هذه الصحفيه اللي جت واللي احنا لا علاقه لنا لا بشكل مفبرك ولا بشكل مرتب ولا لا بالعكس حرصا مننا على الجميع نحن نعتذر، وعملنا ده بالفعل امبارح. يعني يبدو ان ده ما وصلش. دي اول حاجه او نمره واحد. نمره اتنين، احنا يعني معلش هو طبعا البنت يعني كان يعني اثارت رد فعل غاضب تجاهنا. يجوز اللي وصل للبعض ان احنا استضفنا البنت دي فقط، لكن في الوقت اللي قلنا فيه او اللي كنا بنتكلم فيه عن مصر وتونس وبنتكلم على الفرق بينهم، كنا بنقول ان عندنا كم من المشاكل الرهيبة. والأستاذ خالد صلاح كان معانا في الاستوديو وقتها واتكلمنا عن اننا عندنا تراكمات واشياء يجب ان نصلحها، والا هيطفح الكيل وكلنا هننهار. ويعني اتصور ان الاستاذ خالد كان موجود وقلنا ده، وقلنا علينا نعمل ايه وما نعملش ايه. يعني ما كناش واخدين الفكره ان احنا مش تونس واحنا كويسين واحنا لا، ده ما كانش عندنا. الحاجه الثانيه برضو انه اول ما نستضاف الشباب 10 شباب زي الفل كانوا قاعدين هنا على الكنب ده، اتصور انه كان 3 مش فاكره او ال4 مش فاكره، لكن قبل استضافه البنت وقعدوا قالوا مطالبهم بكل حريه في هذا البرنامج. من اول نحن نريد اسقاط الرئيس ونحن نريد ان يرحل الرئيس، الى حل مجلس الشعب، الى وتداخل معانا الدكتور مصطفى الفقي ساعتها وقال لهم يا شباب ما يحدث الان هو يعني ان الرئيس يعود الى المشهد وصدقوا. رد عليه احد الشباب وقال له صدقنا وعد الرئيس قبل ذلك بانتخابات حرة نزيهة ولم يصدق، فلن نصدقه مرة أخرى. يعني السقف بتاع الشباب وبتاع الثوريين وبتاع الحركة كان موجود. يعني أنا طبعا مقدرة اللي حضرتك قلته يا أستاذ أحمد، لكن برنامج 48 ساعة ما كانش واخد خط ضد الثورة. المشكلة أنه أسيء فهم هذه الفقرة وإحنا بالأمس اعتذرنا عنها. واتصور انه طالما لسه ما وصلش لحضرتك الرساله ربما تكون ما وصلتش لاخرين. بعد مباشره ما ننتهي من هذه الفقره هيكون لنا لقاء مع رئيس تحرير البرنامج توضيحا لما حدث، لانه احنا ما بنعملش ده حفاظا على شكلنا فقط، احنا بنعمل ده حرصا مننا على الثوره وعلى الشباب وعلى الشرعيه اللي اتكلمنا عنها. بعد اذنك انا معلش انا هتحول اسف ان انا هقول لا. استاذ احمد مع كل تقديري ليك وكويس اللي انت قلت الكلام ده،
لان انا عايز اقول لك ان انا بنتي ومراتي كانوا في ميدان التحرير وشافوا حد شاتمني وشاتم شتيمه مش كويسه. واستاذ احمد يعني انا عندي 53 سنه، لو حضرتك بتقرا الاهرام ولو حضرتك بتشوف برنامج ببساطه، برنامج 48 ساعه، اظن بعد اذنك اظن ان انا مصنف انني احد المعارضين في قناه المحور وفي الاهرام. وحضرتك انا قلت من البدايه خالص نحن مع الشرعيه. بالظبط. مع شرعيه الرئيس مبارك وهو موجود مع الشرعيه، ثم مع شرعيه الميدان. بالظبط. كويس؟ نحن ما قلناش ابدا ان احنا كنا ضد الثوار، لان الحقيقه موسم تصفيه الحسابات ان احنا ضد الثوره وضد كذا، احنا قلنا من اول يوم، من يوم الجمعه نحن مع الموجودين في ميدان التحرير، واحنا مع هؤلاء الشباب الاطهار اللي كذا اللي كذا، الى الدرجه اللي في ناس اتصلت بينا ما رضوش يدخلوهم، بقوا يشتموا انتوا ازاي بتدللوا هؤلاء الاولاد. الحاجه الثانيه ان حضرتك بمنتهى البساطه تقول ان احنا ننافق. انا اعتذر لحضرتك ان انت ما شفتش البرنامج كويس، ما قريتش ليا كويس، ما تعرفش الست اللي موجوده دي. الحاجه الثالثه مش ملاحظ انها حاجه غريبه جدا جدا، لاول مره في التاريخ التلفزيوني ان يبقى في فقره بتتعمل واحده تطلع تقول كلام خاطئ فيتهاجم المذيع والمذيعه، رغم ان المذيع والمذيعه قعدوا يقولوا لها اتقي الله، احنا مش مصدقين اللي انت بتقوليه، راعي ضميرك. لاول مره في التاريخ ان حد يطلع يتكلم ويشتم او يقول كلام مش صحيح، فالمذيع والمذيعه اللي صورهم تتحط ويتشتموا ويتقالوا في ميدان التحرير. مره اخيره انا بقول، انا لا ادافع عن نفسي، انا بعتذر فقط عن التوقيت الخاطئ اللي طلعت فيه البنت، وان انا ما كنتش اعرفها كويس. بس انا عايز اقول لك انا كل ما قيل في حقي وحق اسرتي وحق هذه السيده احتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى، واحتسبه للبلد، لان انا في الوقت اللي حضرتك كنت واقف فيه في المهندسين انا كنت موجود في قناه المحور انا وزميلتي، كنا بنقعد 9 ساعات يا استاذ احمد علشان الاعلام. الشعب المصري كله ما كانش فيه حكومه وما كانش فيه اعلام وما كانش فيه امن وما كانش فيه اي حد خالص، احنا كنا موجودين. واذا كنا يا سيدي ما ارضناكش وهناك فهم خطا، انا ما عندي الشجاعه الشديده جدا جدا ان انا اعتذر جدا عن فقره من ضمن فقرات عديده جدا جدا جبنا فيها كل الوان الطيف السياسي. اتمنى ان انا كده اكون ارضيتك وارضيت اي حد فهمنا خطا. مذهول من اللي انت بتقوليه، انما طب خليني طيب ده جزء، انما في الجزء الاعظم في الشباب اللي نزل، شباب محترم بريء كان يطالب بالتغيير، شباب بناء على الدعوه اللي اتوزعت في الشارع يعني كل اللي راحوا دول وعملوا التغيير كان تم استدراجهم واتخدعوا؟ لا، احنا يعني تم توزيع 2 مليون منشور. يا اتقي الله، اتقي الله يا استاذه شيماء، يا انسه شيماء. احنا ما عندناش حاجة لا هنحجبها ولا هنقلق منها. جات لنا مكالمة بتثير موضوع، صحيح الموضوع قديم وخلص وانتهى واتكلمنا فيه امبارح وقلنا يا جماعة حتى لو كان حدث خطأ مهني فاحنا بنعتذر عنه، لكن يبدو انه ما حدش بيشوف او يبدو انه الكل كان مشغول بالثورة الايام اللي فاتت، فما يمنعش اننا نستضيف الأستاذ بشير حسن رئيس تحرير برنامج 48 ساعة يكون في إيضاحات للموقف. خليني أرحب بيه وخليني أشكرك يا بشير وأحييك على جهدك الحقيقة من أول يوم 25 يناير و28 يناير وما بعده من أيام. أنت كنت بتبذل مجهود غير عادي عشان الهواء يكون متواصل. قبل ما تتكلم لازم أقول حاجة معلش. أتمنى بس إن المشاهدين وكل الناس يكونوا شافوا حتة من الحوار. انا بقول للست اللي جت واتكلمت ايه، وكنت بقول لها انت بتتكلمي عن قله قد كده، انما الغالبيه وما تقولناش. وبعدين انا قلت لها اتقي الله، يعني احنا مش موافقين، انما وقلت ان دول اشرف ناس موجودين في الميدان. يعني انا اتمنى ان اي حد يا جماعه يتهم او اللي نفسه يتهم، برضه بنقول حسبنا ونعم الله ونعم الوكيل، بس يشوف ما يدخلش حد ويقفل السكه، يخليه نعمل حوار. انا بعتذر لك يا بشير. انا عايز اقول ان الراجل ده يا جماعه والله العظيم كان بيفضل قاعد يشتغل يمكن في حدود 18 ساعة ويطلع بعربيته، ناس تطلع عليه واحيانا تضرب عليه رصاص ويوصل الناس ويروح ينام في البيت ساعة في اخر الدنيا ويرجع تاني عشان الفريق ده يطلع 48 ساعة اللي غطت مصر لما كانت للأسف عريانة إعلاميا. اتفضل يا بشير. بشير، أنا بس اللي بيثار في هذا الموضوع، انتوا جبتوا بنت أو جبتوا صحفية أو جبتوا كذا، وان انتوا ازاي ما تحققتوش او ما عملتوش الحاجه اللي بتتعمل في الاوضه المغلقه قبل ما تطلعوها، ان دي مين وجايه تقول ايه وبتزايد ولا لا، صادقه ام كاذبه، وده تم بالتنسيق مع حد ولا تم ازاي؟ تمام.
احنا بس يا رب يكون الاستاذ احمد عيد سامعنا دلوقتي. احنا نزلنا تاني يوم الاحداث يا استاذ، اعتقد تاني يوم الاحداث كلمت الدكتور حسن راتب، يا دكتور احنا عايزين ننزل، كلمتكم انتوا الاثنين يلا ننزل. انا ساكن في مدينه العبور، عشان مقدمه قصيره جدا عشان نقول الصحفيه جت ازاي، اللي هي صحفيه عضو نقابه صحفيين. جينا اول يوم اشتغلنا، قعدنا للفجر يمكن شغالين، وصلنا بيوتنا الفجر، كنت بعدي من كمين لكمين، انا زوجتي وبناتي ال3 اطفال، الكبيره فيهم في رابعه ابتدائي والصغيره عندها 3 سنين. ربنا يخليهم. برجع البيت الاقيهم واقفين كلهم قاعدين مرعوبين من الخوف. انا ساكن في مدينه العبور، ضرب النار حواليا من كل مكان، رعب. مراتي بتطلع فوق تمسك طوب عشان تحدفه على الناس، الميكروفونات بتذيع خلي بالكم يا جماعه يا اهالي العبور، في ميكروباصات فيها مساجين هربانين معاهم اسلحه، اوعى حد يتعرض لهم. رعب ما فيه بعد رعب. انا بروح من هنا، بنسهر السهره دي والمجهود ده، بروح بمسك عصايه وبقف قدام بيتي. بيتي ده ماليش جيران، هو جار واحد فقط وعنده ظروف وسافر وقفل بيته وسافر. انا البيت الوحيد اللي موجود في هذا المكان ماسك عصايه وواقف لوحدي، ومراتي فوق ومغطيه بناتي ببطانيه فوق خالص في السطوح وماسكه طوب. طبعا مشهد يا رب ما نشوفه بعد يا رب. بنتي عندها 3 سنين تيجي في حضني وتقول لي انا خايفه يا بابا. رعب ما بعد رعب، مصر كلها كانت عايشه في رعب. فوجئت تاني يوم، طبعا الثوره حييناها في الاول، حيينا ثوره الشباب في الاول طبعا. واعتقد ما حدش يزايد علينا اطلاقا في الموضوع ده. استاذ احمد عيد يا ريت تكون سامعني وانا بحكي دلوقتي. جاني تليفون، يا استاذ بشير انا فلانه، حتى ما قالتش اسمها وهي صحفيه عضو نقابه الصحفيين، انا عندي تفسير للتخريب اللي بيحصل في البلد. كل الناس التخريب اللي هي تقصد بيه ايه؟ الحرايق. تخريب الحرايق، ايوه، ضرب النار اللي في كل مكان، حاله الرعب اللي الناس عايشه فيها، وليس الموجودين في ميدان التحرير التحرير اطلاقا. احنا من اول يوم طلعنا ولو عدنا الحوار بتاعها الناس هتعرف طبعا يعني. بنحيي اللي موجودين في ميدان التحرير. طبعا واحده بتقول لي انا عارفه سر التخريب، لو هي مين لازم اسمعها. سمعت الصحفيه، طبعا هي اتعرفت نجاة عبد الرحمن. سمعت الصحفيه قالت لي كلام خطير جدا، ولو تفتكروا ان احنا دخلناها اول يوم على التليفون، خدنا منها جزء صغير، ونظرا لاهميه الموضوع اللي هي بتطرحه استدعيناها تاني يوم، وجهنا ليها الدعوه تاني يوم ان هي تجي لنا. جت، وشاكر الكامل مدير الانتاج معانا، واكرم معانا، اكرم النحاس مدير انتاج البرنامج، وقعدنا معاها في غرفه مغلقه، ومعاها واحد اسمه عم شحاته. حتى وانا بكلمها بقول لها تعالي قولي الكلام ده او تعالي نتقابل، رفضت ان هي تيجي. انا خايفه، انا مرعوبه، انا ما اعرفش ايه، طب استاذن، طب تستاذني مين؟ علامات استفهام كتير جدا كانت في الموضوع. قلت لها مين اللي جنبك؟ بتقول له استنى يا عم شحاته. قالت ده واحد جاري وماشي معايا، والراجل ده على طول معايا وراجل امين وكده. اديني عم شحاته، عم شحاته هاتها وتعالى. عم شحاته جابها وجه، قعدنا معاها في الاوضه. انا عندي معلومات خطيره. احنا كانت مؤسسه حقوقيه معروفه واعلنت عنها، دي بتوجه الدعوه لبعض الشباب على التدريب على المظاهرات السلميه، وازاي ان هم بعض المشاهد كنا بنشوفها من ده، وازاي يحولوا المظاهره السلميه دي يدخل فيها عناصر يخربوا او كده.